يسعد أوقاتكم بكل خير يا أحلى متابعين. شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وأنتم تشوفون فيديو اليوم. فيديو جديد وفلوق جديد وأجواء جديدة ومكانات جديدة أكيد. بداية راح أكون ببابا قدرة، راح نتغدى وراح نروح المكان كلش حلو، لازم تزوروه بمشهد. كملوا الفيديو للأخير واستمتعوا ويانا لأنه الفيديو كلش حلو اليوم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد ونتغدى. الفيديو اليوم أو الغدا اليوم مثل ما قلت كان بابا قدرة، هو مطعم كلش قريب على الحرم، يعني تقريبا 10 دقائق بالسيارة بياخذ من عندكم. أكلهم كلش طيب، أسعارهم يعني وسط، نقدر نقول مناسبة نوعا ما. المهم إنه الأكل بيها طيب ونظيف والقعدة مالته كلش حلوة. أطيب شي عندهم اللبن، يعني شقد طيب ما تتخيلون. إن شاء الله تروحون وتجربوا وتحكولي عنه. أخذنا ششلك أو الضلوع المشوية، وأخذنا جوجة كباب ويا تمر. بابا وقعد ويا أصدقائه في صفحة ثانية، فكان الأكل على قده كلش كافي بالنسبة له. مثل ما تعرفون إحنا بنطلب أكل هواي لأنه دائما يزيد. هذا شكل المطعم من جوا، يقولون إنه هو قصر من قصور الشاه قبل، فهو تراثي وقديم كلش حلو. الأجواء بيتجنن والقعدة كلش حلوة، يعني يحبون الأجواء التراثية والقديمة والقعدات العربية راح يعجبهم هذا المكان. أول ما طلعوا من المطعم داير بداير راح يكون عبارة عن محلات أو أكشاك صغيرة بها أشياء تراثية مثل ما تشوفون. أشياء تخص إيران وصناعاتهم، الصناعات اليدوية، الأشياء اللي هم مشتهرين بيها مثل النحاس، الجلود، الخزف، الخشب، هاي القصص. الفخار هماتين. خذت لكم جولة بسيطة بالمحل. طبعا الأشياء عندنا كلش حلوة، أسعارها مناسبة نوعا ما. نلقى أرخص، أي أكيد نلقى ببازار الإمام الرضا راح نلقى أرخص، والمحلات اللي على طريق شانديز راح تكون هماتين أرخص. هذا المكان من برا أو القعدة الخارجية أو الباحة، ما أعرف هم شي يسموها. طبعا ميوز كل ساعة بألعابه بالنافورة، نرجع نطلعها على المنوال. على ما خلص بابا قعدته. المكان الجديد واللي افتتحوه هاي السنة هو باغ مشهد أو حديقة مشهد. المكان ايش قد ما أقول حلو، ايش قد ما أوصفه، ايش قد ما أقول تونسنا بيه وارتاحنا بيه، صدقوني الكلام ما يكفي عنه. المكان كلش كبير، ما يبعد عن مشهد هواي يعني، أو عن مركز عن الإمام الرضا سلام الله عليه. مسافة كلش قليلة. المكان يحتوي على أكثر من 25 فعالية، من ما بين حديقة الديناصورات اللي احنا أصلا كنا رايحين على مودها لأن ميسو يعشقهم. عندنا أكثر من بحيرة للأسماك، تقدرون توكلوهم وتصيدون طبيعي. طبعا بس تصيدون وترجعوها، يعني ماكو شي اسمه تاخذوها. بيها سيارات شحن تفركم داير بداير المدينة إذا ما بيكم حيل. أكو أحصنة هماتين، عربات بالأحصنة تفركم داير بداير الحديقة كاملة. عندكم حديقة التماسيح، عندكم حديقة الورد، حديقة الطيور، حديقة الفواكه. اكو شلون مدينة خاصة بس بالصناعات اليدوية، بيها مطاعم، بيها كارتينج، بيها ألعاب، بيها هواي أشياء حلوة تقدرون تقضون بيها يومكم كامل. يعني بس نصيحة، روحوا بالوقت، يعني بالليل شوية الموضوع يصير ضلمة، الإنارة مالتها مو كلش قوية، بس هي أجواءها كلش حلوة بالنهار. وبالليل هم حلوة، يعني اللي يحبون يطلعون بالليل الجو حلو، بس ما تشوفون شي يعني ظلمة حرامات تظلموها. بالنهار أجواءها كلش حلوة. احنا رحنا لها مرتين، مرة بالنهار ومرة بالليل. جمعت الفيديوهات اثنيناتهم من فيديو واحد على مود ان شاء الله اخذكم جولة كاملة بالمكان، لانه ما تلحقون تخلصوها بيوم واحد بصراحة. المكان صناعي نوعا ما او طبيعي، يعني الاشجار، البحيرات صناعية، الاسماك اكيد هم مخليها وهاي الامور. بس المكان حلو، يستاهل انه واحد يروح عليه. الدخولية كلش رخيصة، يمكن كانت تطلع 1000 دينار عراقي على النفر، يعني تقدرون تفترون براحتكم ب1000 دينار بكل المكانات. ما عدا كانت الديناصورات وحديقة التماسيح كانت بفلوس، يعني الشخص كان 80 تومان، يعني تقريبا 2.5 الشخص الواحد، هماتين مو هو يعني، والمكان يستاهل. طبعا أشجار الصنوبر على قد المكان.
يعني عنده أطفال وحاب يغير جو ويونسهم ويتونس، هذا المكان بيرفكت. بالفيديو السابق البنات سألوا شرحي لنا أكثر شلون نقدر نحجز على القطارات أو على الطيران وإحنا موجودين هنا، وشلون يصير أونلاين. الموضوع كلش بسيط يا جماعة، مجرد تتصلوا بالشركة اللي هي تشتغل أونلاين مثل علي ضياء للسياحة والسفر اللي إحنا رحنا وياه، وتطلبون من عنده المكان اللي انتم حابين تروح. على سبيل المثال حتصل وأقول له يا بدي أروح لإيران، أو مثلا أحدد الوجهة بإيران وين حريد أروح لطهران وأريد أروح للشمال وأريد أروح المشهد، راح تقولوا له الأوقات اللي حتسافرون بيها ومش قد تريد تبقون المكانات اللي حابين تروحون عليها أو ميزانيتكم مثلا. هو راح يعطيكم المكانات، راح يساعدكم بهواي أشياء. كل اللي يطلبه من عندكم إنه صورة لجواز السفر، لأنه إيران بدون فيزا فما تحتاجون صورة لجواز السفر فقط، ودزون المبلغ الخاص بالتيكت والحجز، لا أكثر ولا أقل. هو راح يحجز لكم كل المكانات ويرتب لكم كل الأشياء. التيكت راح يوصل لكم أونلاين، ما بيه مشكلة، عادي قبل طيران، لأن أول ما تدخلون المطار مجرد اسمكم يدك حاسبة حيعرفون إنه أنتم حاجزين أصلا. وبالنسبة لبطاقات القطار توصلكم لازم تطبعوها، تحتاجون تطبعوها، يلا تروحون. والبنات اللي سألوني عن كارتات الشقق أو المكالات، بصراحة والله ما عندي لا كارت شقة ولا عنوان مضبوط أقدر أقول لكم إياه، لأنه قلت لكم الحجز كان كله عن طريق الشركة، والسيارات خاصة بالشركة فهم كانوا ياخذونه. يعني مثلا شقة رشت كانت بنص رشت، لا أعرف المكان شو اسمه بالضبط ولا عنوانها بالضبط ولا حتى كارت خاص بيها كان عندي. فاعذروني على الإجابة عن هذا الموضوع. تقدروا تتواصلون ويا الشركة وهي تعطيكم كل المعلومات. راح أترك لكم الرابط مالتها بصندوق الوصف. هنا الأسماك هاي تقدرون تاكلوها، اكو مكان تاخذون من عنده أكل، وحدة مجانية وحدة تشتروها، وتقدرون هماتين تصيدون. راح أترككم بين الفيديو، استمتعوا بي للأخير. أشوفكم بفيديو جديد وفلوق جديد. اطبخ صندلين هذه. تخيل الالوان اللي هربوا. ما كبير ضاع.
أحجار كريمة. ها؟ أبغى أشتري. شو اشتري لك؟ هنا هاي أحجار ماما. حجر. لا مو هاي. هاي الطوبة. اي حجر هاي. نجس نجس نجس. ها شكلهم حلوات. هذاك أقول لسه خافت تشتروها. اسمع أنا راتي. وي. طلع لك ديناصور. يلا تعال. تعال. هاي سبيكينج شوف. سلام آدم به باغ مشهد خوش آمدی. حلو. ما درخت ها همیشه روی زمین بودیم و هستیم. ما هوا را برای دایناسورها قبل از انقراضشان هم تمیز میکردیم. أدري كيف تحكي. حالا أنا اینجا بقعد در باغ مشهد حقيقية. ها؟ هاي حقيقي. صدق؟ والله ماكو زعل. شوف هذا تيركس. عليك ويا تيركس. عليك ويا تيركس. تعال يتحرك. تعال لا يمكن بس صوت. شوف ذاك الديناصور. لا 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 يتحرك. انت خايف؟ لا اوكي. لا
هذا شو اسمه ميسو؟ ليش خفتي؟ ما حبيته. هاي شكله لعبة مالتي. صح. شو ذاك؟ لا صرت. أنا حاسك نفر خايف. حسين. يلا تعال. عجبتك؟ سيرتوكس. شو ذاك سيرتوكس؟ شنو اسمه؟ Ceratops. سيراتوكس. Yeah, he's the coolest. So look at this free horns. They're very cute. وات؟ يتحرك. Got it? شو بيحرك؟ لا هذا ما يتحرك، هذا تيركس. ذاك ثور مو ديناصور. ذاك حتى يحطوا الحيوانات زمان من جيتها. ولا جاي. اوه ماي جاد. كنت حاجة. It's elephant here. هذا الماموث. هذا فيل. ماموث هذا فيل. شو حتى الشعر. ما يبين. منين؟ لا على كيف. هذا ابو الزانات؟ إيه. حافظكم بعد واحد كان ابو الزانات. وينها؟ I missed it that much. صورة